زي ما اتفقنا قبل كده احنا قلنا ان احنا هنتكلم عن قسمين. القسم الاول خاص بالتعبيرات. تعالوا نشوف كده كل تعبير ومعاه معناه بالانجلش. اول تعبير عندنا many happy returns، وده معناه كل عام وانتم بخير. التعبير الثاني may the blessings of Allah fill your life with happiness and success now and always. أسأل الله أن يبارك في حياتكم ويملأها بالسعادة والنجاح دائما وأبدا. التعبير اللي بعده رقم 3 عيد مبارك، أو ممكن أقول يا جماعة blessed عيد. الإي دي هنا هنطقها كأنها تي، blessed عيد، عيدكم مبارك. التعبير الرابع I wish you a very happy and peaceful عيد. May Allah accept your good deeds. أتمنى لكم عيدا سعيدا هنيئا، تقبل الله منكم صالح الأعمال. التعبير الخامس in عيد day many people ask for money but for me your smile is my demand. في يوم العيد العديد من الناس يطلبون المال، طبعا كلنا بنستنى العيدية، وبالنسبة لي ابتساماتكم هي مطلبي، ابتسامتكم عندي هي كل حاجة. التعبير اللي بعده اوكي جميل جدا wishing you prosperity joy and happiness on the occasion of عيد الأضحى. أتمنى لكم الازدهار، أو أتمنى لك الازدهار والفرح والسعادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. التعبير السابع to the world بالنسبة للعالم you might be just a person but to me you are more than the world. هابي عيد الأضحى. بالنسبة للعالم قد تكون مجرد شخص، ولكن بالنسبة لي فأنت تمام أكبر من العالم كله. عيد أضحى مبارك على حضراتكم. آخر حاجة عندنا هنا، آخر حاجة في التعبيرات the most wonderful things in this عيد، أجمل حاجة تمام في العيد the plenty of benefications أوكي كثرة الخيرات alterations of visits and the dear person who watched this video، والشخص الغالي الذي يشاهد هذا الفيديو.